السلام عليكم الناس ديالي عزاز، كديرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم مطيشه لقيتها ما شاء الله، يعني هبطات في الثمن، ما بقاتش دايره هذاك الثمن اللي كانت فيه. الحمد لله، الله يرحمنا برحمته. المهم غدا ان شاء الله نصوب معكم مطيشه كيفاش تحتفظي بها في المجمد، يعني بدون ما ما ديري ليها لا زيت لا حتى شي حاجه، عاديه كيف ما كطحنيها مباشره كديريها في الفريغو ديك، ولو تبقى حتى سنه ما عندها ما يوقع عليها. غير هو خصنا نحتفظوا على الصحه ديالنا وما نخليوش الحاجه يعني عام ديالو عام كامل في المجمد. يعني واحد 3 شهور كاع ولا 4 شهور صافي الحاجه نحيدوها. المهم الحمد لله بنادم راه ديما واكل، يعني راه ديما دائما كتدخل الجديد في الخضار، في الفواكه، في الديسير، يعني في اي حاجه كتدخلوا شي حاجه جديده. المهم ان شاء الله هاد المطيشه راه لقيتها غير رخيصه في السوق عندنا. هاد المطيشه شو ما شاء الله كيفاش دايره درهم، يعني 20. لقيتها في السوق بها الثمن وانا تنجيبها، يعني ضروري خصني نصوب شي حاجه تكون عندي في دويرتي في اي وقت نطبيت ندير. هاد سميتو المعجنات بمطيشه غادي نديره غنلقاها واجده. بغيت الكسكسو غنلقاها واجده، بغيت ندير الحريره شي حاجه اي حاجه، حتى بيتزا اللي بغاوها وليداتي في واحد الوقت ما غاديش نمشي نقلب عليها في المارشي ولا نمشي نقلب عليها في الحانوت. المهم غادي نبدا معكم ان شاء الله بكيفاش غادي نحضرها. المهم غادي نحيد ليها غير هاد النباته، شوفوا كي دايره ما شاء الله. هاد المطيشه راه ما مضروبه ما حتى شي حاجه، عاديه مطيشه اللي كنا كنجيبوها بواحد الوقت كنا كنجيبوها ب160. دابا راه لقيتها دايره غير درهم. علاش اللي ما نستغلوش الوقت ملي تكون رخيصه نصوبوها؟ شوف كي كندير ليها، غادي نحيد ليها غير هاد النباته بحال هكا ونضربها بحال هكا من النص، يعني غنديرها في برمه، نديرها في البرمه باش تقدني. ونقاد الكاميرا باش يبان لكم كيفاش، يا ربي. المهم مطيشه الا كانت في الدار راه كتكون مزعمه، كدير شحال من حاجه، ماشي بالضروري الا ما خرجتي تقديتيها. المهم كاين عندك الحاجه في الدار كتكون مسخنه لك كتافك، سبحان الله. ما غنزيدها لا مد لا حتى حاجه، غادي نكمل مطيشه بحال هكا، كنحيد لها غير نباته وكنديرها في البرمه. يعني الحاجه اللي عندكم نتوما كبيره، ماشي بالضروري البرمه عندي ولا بحال هذه قاصحه. انا قلبت على هذه قاصحه شويه. المهم هذه غادي نضربها بحال هكا على جوج. كاينه اللي حمراء من الوسط، كاينه اللي شويه بيضاء، ولا اللي ما يهمش ماشي مشكل. المهم حاجه عندي في داري حسن من راه كيقول لك الناس زمان كيقول لك خبزتي تحت باطي مسمع حد عياطي. يعني بغيت واحد الوقت نوض نطيب شي حاجه بلا ما نبقى نقلب عطيني فلانه ولا جيبي ليا ولا. المهم راه كلشي في الدار عندي، كلشي موجود. يعني احنا عرفنا تبارك الله ما شاء الله المغربيات كاملين حادقات والدراع ما شاء الله. يعني انا كنبغي غير نشارك معاكم التحضيرات ديال المنزل ديالي، يعني اللي شارك انا راه من الاول قلت لكم غادي نبقى نشارك معاكم كل شيء. والحمد لله هاد القناه راه بالمصداقيه، ماشي زعما تنكذب عليكم ولا. مطيشه دايره درهم، ماشي غانا جايبها بدرهم وغادي نقول لكم جبتها ب5 دراهم، لا، جايبها بدرهم غادي نقول لكم جبتها بدرهم. الحمد لله القناه ديالي راه المصداقيه، واللي كاين اللي ما كاينش ما كاينش، ما عنديش ما كاين لا الحمد لله لا بروتوكول لا حتى شي حاجه. اختكم درويشه بنت الشعب غاديه في جنب الحيط، هاكا يقول لك نمد رجلي تحت على قد الحافي. انا غاديه دقه دقه، يعني ماشي غادي نقول لكم ضروري راه خصني نجيب مطيشه الغاليه راح راني كنصور، اولا نجيب ديسير الغالي ولا نجيب. المهم مقتصده هي هذه ان شاء الله بنادم. ماشي غادي نقول لكم يعني بهذا الاقتصاد راني وصلت به لشي حاجه، الحمد لله راني مع وليداتي وراني في الدار ديالي، يعني مسايره اليوم ومسايره الوقت، ايوا الحمد لله. المهم حاجتي بغيتها ما غادي نقلب عليها عند الجار، ما غادي نقلب عليها في ركب طاكسيات باش نمشي نجيب يلا نجيب هذاك الكيلو المطيشه. المهم الحمد لله.
المهم انا غادي نكمل معكم ان شاء الله هاد مطيشه. غنشوفوا يعني ملي شفتوها بحال هكا مضروبه ولا هذا نحيدها بحال هكا. ضروري يعني الموس كيقاد كلشي. هاد الميز راه غيقاد كلشي. جدي غالي غتحيدي لي القشور بهاد الموس، جدي رخيص غتحيدي لي القشور بهاد الموس. المهم الموس كيقاد كلشي والانسان قابل على كلشي، والحمد لله. ماشي غادي نجيب شي حاجه خامجه ولا خاسره، المهم غادي نجيب شي حاجه اللي هي رخيصه واللي مع الوقت. حامض وقته نجيب، ومطيشه وقتها نجيبها. واحد الوقت راه ما راكم عرفتوا شحال دارت مطيشه. المهم هاد مطيشه اللي جت راه مباشره من ورا هذاك الغلا اللي جا. يعني شو مطيشه هادي راه كنا كنجيبوها ب160 باش كنا كنجيبوها واحد الوقيته غير السيمانه اللي فاتت. يعني دابا انا مشيت للسوق، كنت في السوق ديال اليوسفيه اللي قريب اليوسفيه، لقيتها بدرهم. قلت رخيصه نجيبها نتقداها نديرها في المطبخ ديالي، يعني في الثلاجه ديالي تما فين تبقى ان شاء الله. وقت اللي بغيتها غادي نلقاها موجوده. المهم راه هذه هي المطيشه اللي راني جت وكنشاركها مع خواتاتي. يعني ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه، وبالمصداقيه ما كاين لا. المهم خدكم بنت الشاب كيف كنقول لكم، ما كاين لا بروتوكول حتى شي حاجه. اللي لقيتها رخيصه راني غادي نجيبها ونشاركها معاكم. انا كنشارك معاكم كل شيء الحمد لله، يعني في حدود بحال هكا في الطبخ، في شي خرجه بحال هكا خرجت كنشاركها معاكم الحمد لله. اي واحد الحمد لله راه تيعرف هاد الشيء، يعرف كيفاش يصوب، يعرف كيفاش غير هي نضبط اموري. الا صوبت شي حاجه في المطبخ ديالي راه ما غاديش نقلب عليها في الحانوت. واخا كاع غادي ناخذ هذيك مطيشه الحك غناخذ. يعني واخا غادي ناخذ كيف قلت لكم مطيشه الحك، يعني غادي ناخذها غندير غير واحد شويه ماشي غادي نكتر. المهم شي حاجه صحيه راه هي هذه. ايوا الحمد لله تي ما كنستغناوش عليها. يعني مطيشه الحك تي راه تديروها تنشريوها كاع كنستعملوها بزاف د الحوايج غتحتاجيها. المهم انا غادي دروكا انا كيف ما بديت معكم يعني مطيشه هي هذه راني درتها في البرمه كامله بحال هكا. غادي نشعل البوطه وغادي نخليها حتى تغلي مزيان. عاد غادي نكمل معكم يعني المراحل كيفاش غادي ندير ليها. وراني غسلتها كيف ما نسيت ما قلتش لكم، راني غسلتها وعاد درت هاد السربيته بحال هكا ودرتها تنشفات فيها. يعني كيساعدني كيشرب الماء هاد، كنخليهاش تسقطر شحال تاع الوقت. كيساعدني باش دغيا تنشف ليا من الماء. المهم انا غادي ندير فيها غير شويه الملحه، ضروري غادي ندير فيها شويه الملحه صافي. وغادي نديرها تغلي. راه كتجي زوينه ما شاء الله. يعني الا جربتوها راه ما غاديش تبقاو تستغناو عليها، دائما غتبقاو ديروها في المحل ديالكم. المهم ان شاء الله بعد ما غادي نكمل باش ما نطولش عليكم الفيديو غادي نقطع حتى نطيبها ان شاء الله ونرجع معاكم. تبارك الله كيفاش كتطربخ. صافي دابا غادي نطفي عليها. يعني دابا راه طابت صافي. هذا هو الجهد اللي غادي هانتوما شوفوا يعني القشره تتحيد بسهوله. صافي هذا هو الجهد فاش طابت. خصني ضروري دروكا هي راه باقا سخونه يعني غندوزها في الماكينه وانتم معايا. المهم بعد ما مطيشه طابت عندي غادي نجيب هاد البلاستيكه. كنمشي عند مول اللي كيبيع البلاستيك تنقول لي عطيني بلاستيكه ديال الزيتون، يعني ديك الصغيره، ما غاديش نجيب الكبيره، هاد الصغيره. المهم هادشي اللي شفتوه عندي راه داير 5 دراهم، كل حزمه دايره 2 دراهم ونص، وهذه جدها ب5 دراهم، يعني جوج حزمات. المهم هذه هي مطيشه اللي طيبت معاكم وطحنتها كملتها. غادي ندير هاد الكاس باش ما تبقاش مطيشه تدفق ليا ولا هذا. هاد الطريقه زوينه يعني عمليه. الكاس داكشي اللي خويتي فيه تيبقى. بالنسبه للميكا صغيره ولا خويتي فيها مباشره كلشي الدنيا غادي تعمر وكلشي الدنيا يعني غطرش فيها مطيشه.
المهم هاد الطريقة عملية جاتني زوينة، كنديرها دائما بحال هكا الا بغيت ندير شي حاجة في البلاستيكة. المهم شوفوا اللون تبارك الله كيفما جات. الا بغيتو تزيدوها حتى العطرية، بعض المرات كنزيدها العطرية بحال هكا ملي كنطحنها ونساليها نديرها في، نبغي نديرها في البلاستيكات كندير لها العطرية ونزيد نغليها واحد شوية ونخليها حتى تبرد، حيت ما يمكنش شي حاجة غديروها في الثلاجة سخونة اولا غديروها في البلاستيك سخونة. المهم راه حتى بردات، حتى النهار الاخر حتى ساليت الشغل اللي في يدي كامل، عاد راني درتها في البلاستيكه بالماني تبردات باش ما تخسرش ليا الثلاجه وما تخسرش حتى هي. المهم شوفوا مطيشه ملي تنديرها في القياس ديالي، يعني القياس اللي غادي ندير في الكسكسو، القياس اللي غادي ندير في المعجنات بحال هكايا بالليل ضروري كنبغيو نديرو المعجنات. المهم كيبغيو مطيشه غادي نجيب هذا البلاطو ديال البلاستيك اللي كيدخل المجمد. المهم هو اللي غادي ندير فيه هاد مطيشه باش ملي تقصاح، يعني ملي تجمد غادي نهزها بسهوله، ما غاديش نوحل معاها حتى نهزها ولا نبقى نهرس في مطيشه ولا. المهم القياس ديالي راه كاين، هو اللي كاين في البلاستيك، راه باقي واحد شويه في البرمه. المهم باش ما نطولش عليكم الفيديو وريتكم غير هاد الشيء اللي راه وجد. شوفوا ما شاء الله، يعني مطيشه في داري راه ماشي ما كاينش بحال شي حاجه كاينه في داري. المهم راني عندي هنا مطيشه الحك، هاد مطيشه ديال القرعه زوينه، كنجيب بعض المرات غير الحك ب15 درهم. المهم هاد القرعه كتكون طالعه شويه في الثمن على الحك الاخر. المهم 15 درهم هذه ما عرفتش شحال حسبها لي مع السلعه. المهم غادي نجيب البلاستيكه، هذيك البلاستيكه اللي راكم شفتوا غادي نستعملها في كاع هاد الحوايج اللي راني غادي ندير ان شاء الله. هانتوما شوفوا معايا غادي ندير نص ديال القرعه، غنديروا فيه هاد البلاستيكه باش غادي يجيوني 2 بلاستيكات. وقت اللي غادي نبغيها كنقطعها بالموس صافي كتوجد، يعني شحال ما بغيت نقطعها بيدي كتهرس، ماشي مشكل. يعني ملي كتجمد مطيشه بسهوله تتحيدوها. الا بقات في القرعه درتوها في الثلاجه لتحت غادي تبقى تخسر، واخا كاع تزيدوها الزيت، يعني الا كنتو ما كتستعملوهاش بزاف غادي تخسر لكم. اللهم ديرها في المجمد، وقت اللي بغيتي القياس غادي تهزيه. المهم هذه هي طريقة باش كنحتفظ بمطيشة عندي في المجمد. وإلا درتوها تاني بقرعتها في المجمد راه غادي تجمد، ووقت لا تبغيوها يعني تبقاو تجبدوا القرعة وتردوها. من الأحسن البلاستيكة عملية، يعني البلاستيكة عملية. غادي القياس اللي بغيتو غادي نهزو. المهم حتى غادي تقصحي ان شاء الله تجمد، عاد غادي نبدل ليها البلاستيكه باش ما تبقاش بحال هكا لاصقه عليها. والمهم هانتوما معايا حتى غادي نكمل ان شاء الله الفيديو. درت مطيشه يعني النص في هذا. المهم هذا هو الفيديو ديالي، وما تنسونيش من البارطاج، والله يجازيكم بخير، والسلام عليكم.